فوزي القجع سنية 30 اتفاقيه ديال ملعب فيفا ارينا. اللي كانوا يفرحوا بفوز السنغال ضد المروك وين راه معايشين يا جدك. اللي مش عاجبته المروك ما يروحش بلادهم، هذه مش بلادك، انت قاد بلادك، انت قاد الجزائر. الشعب كاع يهضر على المغرب. وليد صادي وحفيظ الدراجي وصحافه زيكو من ما عندكم لا وزن لا هيبه لا قيمه، انا نقولها لكم من الاخر. شوف البارح فوزي القجع سنية 30 اتفاقيه مع ديال ملعب فيفا ارينا. 30 اتفاقيه مع من اللي عندهم الوزن، مع رئيس الفيفا مباشره انفانتينو، فوزي القجع والشخصيات اللي كانوا قاعدين تمايا ومنا، وسنياو الاتفاقيه ديال 30 ملعب. 30 ملعب فين؟ في المقر الجديد ديال الفيفا اللي في الرباط. سنياو الاتفاقيه بحضور وكذا منا، وهذاك الشيء ما شاء الله، وكل شيء قاعد كل شيء خدام. ولكن من جيت تشوف نتايا العام اللي فات وليد صادي مشى جاب لنا سيكيريتي من الفيفا، سنياو على واحد الملعب صغيور ديال فيفا ارينا. ملعب صغيور والله الا ملعب صغيور في العاصمه ديال فيفا ارينا، سنياه وليد صادي، وقطع هو الخيوط والتدشين والاحتفال باش يدوخ الشعب، هو وحافظ الدراجي باش يدوخوا الشعب وصحافه زيكو نهار كامل. علاش قلت لكم ما عندكم لا وزن لا هيبه؟ لانهم تبغيو غير تبردعوا الغاشي كيما حافظ الدراجي. درك مقابل غير الشعب، مقابل غير السنغال، منا ما عطاوهاش هذيك ومنا. لا البارح ما رد عليه جواد باده ما رضاش، نهار كامل هو يشتم. شوف المغاربه يردوا عليه مره واحده يبقى يبكي. انا ما فهمتكمش، واش نتوما ما عندكم وزن، ما عندكم هيبه، ما عندكم والو، مالكم دايرين هاك، مالكم دايرين هاك؟ الرجاله خدامه في الميدان، خسر لافينال ومشى يخدم، خسر لافينال ما بقاش يبكي. انتم صاحبي خسرتوا في الربع ومازالكم تبكيو، ومازالكم حاضين السنغال واش يعطيوها عقوبه ولا ما يعطيوهاش، قاعدين في هذوك القنوات ديال التجربه مازالكم عاطينها الكذوب، الكوارع معمرين بالمهابيل بالمجانين. ما كانش الصحافي بعقله، كل شيء مجانين، كل شيء مهابيل، كل شيء خاصكم تدخلوا للسبيطارات. والله فيكم واحد ما صحيح، لانكم تخدموا ضد الشعب، لانكم خدامين كونتر الشعب، ما خدامينش مع الشعب. انتوما خدامين عند سيادتكم حاضرين غير المغرب خدام في الواقع، وانت قاعد لي في المواقع. سيد ضرب لك 30 ملعب ما شاء الله، وان شاء الله يزيد يضرب 1000 ملعب، وانت قاعد لي في المواقع تغير تهضر صاحبي ولا مالكم دايرين نهار؟ علاش ما راكش تهضر على غيليزيان وهضر على هذاك الشيء بعدا فيد الشعب، فيد الشعب، وهضر على غيليزيان واش راه صاري فيها، وهضر على الكوارث. صاحبي مقابل لي غير تدوينات على المغرب، تدوينات لا وزن لا هيبه لا مواقف لا والو، ما كان حتى شي حاجه. لا عندكم المواقف واش حتى في حاجه واحده، نهار كامل انتم تكذبوا في تدوينات، تغلطوا في الشعب على المغرب. هذا فاش كاين. بصح في الواقع باش تجي تخدم في الواقع، داير لي ملعب قدو قداش، ملعب ديال قد الدار ديالي هذه، ودايرها ومتشينها وفضحان والناس اللي عندها القيمه والوزن وما شاء الله عليها والشخصيه والاخر. شاد رئيس الفيفا منا رواحنا سني الاتفاقيه. شوف المغرب ما ربحش كاس افريقيا باش يقلبنا كامل ويخلينا كذابين وما يديرش الكلسه. بالله عليك القجاره طالع خطر، خدم عقله وباغي يغيظنا ورينا بلي يقدر. حنا نحسدوهم علاش؟ ويلي يا هذه الماريكانا، يا هذه ماشي المغربه، واش ولا هذا، وهذه تيارت هذه الجلفه يا جدك. شو الجلفه؟ شوف الجلفه على كيما على 100 سنه، على 100 سنه الجلفه قال لك راح تولي كيما هاك. راكم فاهمين؟ يقولوا مخلوع، يقولوا كاين المطلوع، يقولوا يا اسود الاطلس. الفرحه سبحان الله كاع ما تخلصش هذيا، والله العلي العظيم. لو كان ربحت الجزائر والله ما كنا حنفرحوا هكا. واحد يقول كلمه الحق، شغل تاع الظلم تجيبنينا وسود الاطلس. احنا عندنا مثل في مصر بيقول القرعه بتتباهى بشعر بنت اختها او بنت خالتها. يا بنت الغتاتة اللي انت فيها دي يا بنت، اشهد البساله. يعني انت لو جالك عريس مش هتفرحي كده. هو جالك ولا لسه؟ انا متاكد انه لسه ومش هيجي. يعني انت بتفرحي بانه المغرب خسر اكتر ما بتفرحي انه منتخبك كسب. انت خليكي في كوكب لالا انت، عشان انت شكلك متعوده دايما. وسلمي لي على خالتك بقى. انا نسيت اقول لها التحيه بالزاف على تصيله جده ابوك المغرب. رانا في الجيري بلادنا شابه. هاي ليك الحمى البحر، الشمس، الفيتامين دي. شوف اللي كانوا يفرحوا بفوز السنغال ضد المروك وين راه معايشين يا جدك، وبعتين لهم الشرطه. على بالكم بلي هذوك قوات التدخل تاع الشرطه بعثوا لهم ليكيفالون تاع الصياغات هذوك، رايحين باش يقمعوا الشعب اللي خرج يقول لهم علاش ما لم تنقذونا. شوف المزابل كيفاش مكدسه، شوف الوضع تاع البلاد.
يا جدك. واحد قال لك الكارما صديقي امن بوش تحب. حنا نقولوا العداله الالهيه والناس اللي ما يمنوش يقولوا الكارما. قول واش تحل. المهم على بالك طيح عليهم من تما جات الفرصه هذه تاع كاس افريقيا. الصراحه لو كان غير كاس افريقيا هذه كان فيها عام. كيفاش هدف مهووس ملايين؟ واش نسميو الحاله المرضيه تاعكم بالمغرب؟ كيف نسميها؟ ظلوا المخزن، المروك، المغرب، الفيضانات، اسفي، الحوز ما سكنوش يوميا. مع العلم انه التلفزيون الجزائري كاين واحد القضيه ما هضرتو انا اليوم. شوفوا هذه تفوتوها لي يا جماعه. انا اليوم راح ندير العمل تاع التلفزيون الجزائري. كاين واحد القضيه تاع تهديم سكنات في المغرب، والموضوع هذا اثار اهتمامي. راني انا تاني راح نولي دوك كيما التلفزيون الجزائري ندير فقره نحكي على واش صاري في المغرب. روحوا المغرب ونعتوا ديروا لهم فيديوهات وقولوا لهم شوفوا المروك زي ما ولا. يهبلوا راح مسكرين عليكم باش ما تشوفوش المغاربه كيفاش عايشين خير منكم. هاو السبب الرئيسي علاه راه مسكرين الحدود مع المغرب كي لا تنظروا الى تقدم المغرب. اين وصل المغرب في البنيه التحتيه، في القطارات. اللي مش عاجبته المروك ما يروحش. وشد جدك الحلوف. يا اخي انا سعيد بن زدير نظل ننتقد في المروك، نظل نتهجم عليهم، نظل بالرغم من اني ننتقدهم باحترام الحمد لله، ولكن مرات نزود فيها. وشدني المروك انا غدوه لك نروح للمروك ويقطعوني طراف ويدخلوني الحبس ويحطوني في لاصيد ما نزعفش. عليا روح ليهم وشدني ليهم. شداني انا قاعد ننتقد فيهم نروح ليهم. مش منطقي، ما تدخلش العقل. يعني كي نروح لهم نشري في البلا يقول لك شي اروح لي البلا ولا نجي ليك، انا رايح للبلا. شداني انا ما نروحش سي. انا عندي مشكل مع النظام المغربي ما نروحش. ننتقد فيهم ما نروحش. مش عاجبيني ما نروحش. مادام رحت ليهم، اذا حللت بقوم فاحلب في انائهم. لازمك تتاقلم مع المجتمع المغربي. يا خويا حبيت تروح المغرب حتى وتشوف حاجه مش عاجباتك شد فمك. بلادهم هذه مش بلادك. انتقد بلادك انت تنتقد الجزائر. تقدر تنتقدهم انت برا في الجزائر ولا في باريس ولا في لندن ولا في اي مكان وتنتقد النظام المغربي، تنتقد الوضع الاجتماعي، تسب الله يسلم، راك بعيد. بس حتى في دارهم كما يقولوا في عشنا وينشنا. انت عندهم في الملعب ملعب مراكش ولا ملعب وين كان رباط وقاعد تسب فيهم وقاعد تقول في الكلام القبيح وقاعد تدير في نكت اللي تسيء نعم تسيء للشعب المغربي، تسيء للرياضه المغربيه، تسيء للملعب المغربي. معناتها كي تقول انا راح نديرها تحتي، مع انت راه ما عندكمش لي تواليت بصح كاينين. اذا احترم نفسك، كون متربي، كون سفير بلادك. انت لما رحت وداير العلم او داير الشعار الجزائري وداير رفد العالم الجزائري، انت تمثل الجزائر، انت سفير بلادك. يا اما تكون احسن سفير تقدم صوره طيبه على الشعب الجزائري والدوله الجزائريه، او شد سابعك بلع فمك. يا اما تشرف بلادك او تبلع فمك. وكي يعاقبوك ويدخلوك الحبس ويدوك للشرطه ما تبكيش، كون راجل طير حر. لكن نعاود نقول انه الخطا الذي ارتكبه هذا الشاب نتاع التيك توك لا يستحق السجن، ما يستحق السجن. كانوا قادرين يقولوا له يرحلوه، قال لا يخرج جاي وما تزيدش ترجع للمروك، يديروه بلاك ليست، قال ما تزيدش تجينا. عادي من حقهم. اذا كان يستاهل العقوبه يتعاقب في الجزائر. قال يا اخي هذا راه دار غلطه وعندكم بنكم عاودوا ربوه. هذا بنكم يحتاج تربيه، يحتاج اعاده تربيه، ويحتاج قرصه اذن وعندكم ربوه. ما تبعثوناش ولادكم يجوا يقولوا عندنا، شدوا ولادكم عندكم. ويجي للجزائر لازم يعاودوا ربوه. اذا نوجه رساله الى السلطات المغربيه سواء القضائيه او الامنيه. الشاب غلط نعم، ما نقولوش ما غلطش، غلط، لكن لا يستحق السجن. اذا نطلب منكم ترحيله، اطلاق سراحه، ترحيله في اول طائره الى تونس او اي مكان، تونس طبعا لانه ما كانش مباشره للجزائر. ولما يجي للجزائر السلطات الجزائريه تتصرف معاه وما ترجعوناش بطل. هذا البوال هذا الخراي هذا ما ترجعوناش باللي بطل وراهم حقرونا وراهم شدونا واحد شاب جزائري لا، يستاهل لانه ناقص تربيه، لانه بوال. اذا كان يبول الموالف يبول على روحه في دارهم او يبول في ملعب 5 جويليه او يبول في ملعب من الملاعب الجزائريه لازم يتربى. انت رايح الملعب باش تتفرج تخلي بلاصتك نظيفه. لانني بالمناسبه احيي الشباب الجزائريين اللي شفتهم في مقاطع فيديو كانوا ينظفوا في الصطاد، هذوك يشرفوا الجزائر، سفراء يرفعوا روسنا. انا كجزائري اقسم بالله غنفتخر بخوتي المغاربه والله العظيم.
نفتخر بهم ويقعدوا خاوتنا. انايا نحس المغاربه خاوتي اكثر من توانسه ما يحبوناش، بصح المغاربه والله غير يحبونا اقسم بالله. الشعب كاع يهضر على المغرب، الشعب كاع الكره الارضيه كومبليت تهضر على المغرب. علاش راكم تهضروا على المغرب؟ خاطرش المغرب لحقت لا فينال ماشي مشكل، والكاس داوه بالتهديدات ما عليناش، بيلانتي جات من التهديدات ماشي مشكل. حنا الجزائريين ما وصلناش لا فينال، تقصينا سوبورسا وراكم تهضروا. الله يهديكم. الرباط يا أخي أول شيء البلاد نظيفة مرتبة، الخضار دار مدارك في كل مكان خضار، الناس طيبين في حالهم، أكلهم نظيف، شوارعهم نظيفة، حياة مرتبة، البلاد مرسومة رسم صراحة. تقدر تستخدم فيها المترو، تقدر تستخدم فيها السيارة، تقدر تمشي،